عايز عربيه بتمن سكوتر وتشتغل بيها اوبر وكريم واندرايف وتكون باور واوتوماتيك وتكييف وموديل فوق ال 2000، معانا النهارده كيا برايد، العربيه الكوري اللي ما نزلتش في كوريا نفسها. يعني الكيا برايد دي عربيه كوري بس مش هتشوفها في كوريا. العربيه دي تصنيع ايروي. مميزاتها ان هي طبعا سعرها تحت ال 100000 جنيه. يعني انت لو معاك سكوتر ممكن تدخله فيها عادي، يعني ممكن يبقى معاك السكوتر تبيع السكوتر وتاخد فلوسه وتجيب كيا برايد. العربيه سيدات 4 بيبان. طبعا العربيه مش هنقول لك امكانياتها الواو، بس يعني مقابل سعرها هي يعتبر عربيه كويسه، ان هي هتأدي الغرض، ان هي يعتبر عربيه ثباتها مش وحش، حالتها ما بتبقاش وحشه قوي، سعرها تحت ال 100000 جنيه، معاك لحد موديل 2005، في منها مانيوال وفي منها اوتوماتيك. طبعا العربيه كويسه، يعني هي العربيه مش وحشه، يعني العربيه يعتبر اعتماديه اللي هي اقتصاديه، حاجه على القد خالص، يعني على قد سعرها. يعني انت دايما لما تجيب حاجه بتبقى عايز حاجه قيمه مقابل سعر، تمام كده. غير متوفره، في منها حالات كويسه جدا جدا، في ناس يعني معاهم منها حالات محترمه جدا جدا ومحافظين عليها، وممكن انت ما بتشوفهاش كتير على السكه بس هي موجوده. يعني لو انت هتدور على كيا برايت هتلاقي، ودي تعتبر ارخص عربيه باور اوتوماتيك تكييف ممكن تقابلها في السوق المصري. يعني مش هتقابل حاجه بالسعر ده، ان انت تجيب حاجه اقل من 100000 جنيه وتكون فوق موديل 2000 وباور وتكييف واوتوماتيك، دي يعني من سبع المستحيلات. بس هي بتشتغل. يعني انت لو انت عايز حاجه، انت معاك سكوتر ومتكعبل وبتاع، وعايز تجيب حاجه عربيه تشتغل بيها اوبر وكريم وهاندرايف والكلام ده كله، فالعربيه دي هي الاختيار. مش هقول لك الاختيار الامثل، هي الاختيار الوحيد. ولو انتوا عندكم عربيات تانية شايفينها في نفس الفئه السعريه ديت افضل من الكيا برايد، ممكن تقولها لنا في الكومنت. معاكم حسن ناصر، وده محتوى عربيات.